الفنان نجم الكوميديا مظهر ابو النجا. انا سمعتك دلوقتي بتتكلم في اجور زمان واجور النهارده، ونجوم زمان كانوا بيتعاملوا ازاي. فاحكي لنا كده واقعه على نجم، عشان النهارده الاجور بقى مبالغ فيها جدا بالنسبه لنا، ربنا يزيد ويبارك. يعني النجم بياخد 8 مليون جنيه وبقيه الكاست كله مليون ولا مليون ونص، وفي الفيلم بياخد 12 مليون و13 مليون و14 الف. مبروك، ربنا يزيده من نعيم الله. احنا لا ندخل في الارزاق، ولكن انا عايز اقول ايه، ان النجم ده مسؤول عن الاستاف اللي معاه، مسؤول. هو عارف وقاري السيناريو من الاول للاخر، عارف مين بيلعب الدور. فلو حصل اختلاف، كان الاستاذ رشدي اباظه انا اشتغلت معاه. رشدي اباظه يوم ما كان يجي التصوير كان يبقى يوم انا. اولا الكباب كان على حسابه، الاكل كان على حسابه، الشاي كان على حسابه، المعسل نفسه، الشيشه على حساب رشدي اباظه. عشان كده سمي البرنس. البرنس رشدي اباظه كان بيعمل ايه؟ يحصل خلاف بين الاستاذ عبد النجدي على 150 جنيه في الاجر. طبعا 150 جنيه يساوي مليون دلوقتي، مبالغ الافات. يحصل خلاف، يوم المنتج يقول لا هجيب واحد ب 30 جنيه في اليوم ده. فيقوم رشدي اباظه يقول له ايه الخلاف؟ يقول له 150 جنيه فرق. يقول له ال 150 اخصمهم من العقد بتاعي، بس هات عبد الغني النجدي لانه هو في الشخصيه انكست. طب بتقول ايه للنجوم النهارده اللي الاجور كده بتبقى على حساب المنتج الفني نفسه؟ لا، على حساب المنتج الفني حرام عليك، عشان تظلم نفسك. انت فنان كويس وجميل وفنان حلو، تسقط نفسك ليه؟ يجيبوا لك واحد يضيع لك المشهد ليه؟ عشان الاجر يبقى ضعيف. المنتج يقول لك انا بوضب ميزانيتي، اقف انت معاه شويه. مش قول له خلاص زي ما رشدي اباظه كان عمل، قول له يا سيدي انا ادفع الفرق وهاتوه بناقص 200,000 من الملايين، مش مشكله. شكرا يا استاذ مظهر، الف شكر. يا حلاوه.